السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني كتير كتير. النهارده هنعمل مع بعض أكلة جميلة جدا. هنعمل مع بعض الكبدة اللي هي بتاعت المحلات أو بتاعت العربيات. هنحتاج زي ما انتم شايفين كده كمية كده من البصل. هنحتاج زي ما انتم شايفين فلفل كده أحمر وأخضر، فلفل أسمر، ملح، كمون، كزبرة، فلفل أسمر، كمية كده كبيرة زي ما انتم شايفين كده من الثوم. وهنا دي ربع كيلو كبدة بس مضروبة في الخلاط. تضربها في الخلاط معاها طماطمية واحدة بس، طماطمية صغيرة زي ما انتم شايفين كده. حاطين كده زي ما احنا شايفين كده البصلة يا دوبك هتدبل، وهننزل طبعا بقية المقادير بتاعتنا. هنا الكبده بتاعتنا طبعا بتجيبيها بتقطعيها حتت صغيره او الراجل بيقطعها لك، بتغسليها كويس، بتعصري عليها ليمون وتسيبها شويه وبعدين تشطفيها تاني كذا مره كده عشان الدم اللي فيها ينزل. بس كده. هنا معانا البصل زي ما انتم شايفين كده بدا ان هو بيدبل، زي ما احنا شايفين كده بدا ان هو كده يدبل. احنا مش عايزينه تقليه او بصله تكون حمرا قوي، لا احنا عايزينه يدبل بس. تنزلي بقى بقيه المكونات بتاعتنا اللي هي الثوم والملح والفلفل والفلفل الاحمر والملح والفلفل الاسمر، الكزبره، الكمون بس. وهنبتدي نقلب دلوقتي. طبعا اهو زي ما انتم شايفين كده احنا بدانا ان احنا بنقلب في البصله علشان البصله تدبل والثوم يدبل. ننزل دلوقتي بالكبده بتاعتنا. بصوا هي سايله بس اول ما بتنزل ثانيه واحده، اول ما بتنزل خليكم معايا ثانيه. انا نزلتها من الطبق اللي كانت فيه. اول ما بتنزل في الزيت كده زي ما انتم شايفين كده على البصل، بتبتدي ان هي تبقى زي اللحمه المفرومه، بتبقى مفتفته يعني، بتبقى زي اللحمه المفرومه بالظبط. هنشوف دلوقتي لما هتجمد هيبقى شكلها ايه. شايفين كده ده شكلها ده كده لما نزلت بقى في الزيت بتبقى زي ما انتم شايفين كده، بتبقى زي اللحمه المفرومه، ريحتها جميله. الطريقه بتاعتها سهله وبسيطه. بتجيبي توم بتقطعيه قطع صغيره، فلفل اخضر او احمر اللي متوفر عندك، بتجيبي ملح وفلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه، طبعا 4-5 بصلات يعني يكونوا متوسطين كده، بتقطعيهم في الاول وتنزلي بهم في الزيت تديهم تشويحه، بعدين تنزلي بقيه المقادير بتاعتك تديهم تقليبه، وبعدين تنزلي بقى بالكبده بتاعتنا اللي هي سايله زي ما انتوا شفتوا كده حضراتكم. طعمها وريحتها بتبقى جميله جدا. طبعا ما تنسونيش في التعليقات واللايكات وتفعيل الجرس عند كلمه الكل عشان كل طبعا نعمل فيديو يوصلكم. الطريقه دي طريقه اللي هي العربيات اللي بتبقى واقفه في الشارع بيعملوها زي كده، بيقطعوا جنبها طماطم او مخلل وبيعملوها سندوتشات عيش فينو وبتتباع، بتبقى غاليه جدا. خليكم معايا طبعا لغايه لما نكمل. طبعا كده زي ما حضراتكم كده شايفين طبق الكبده بتاعنا كده خلص اهو، زي ما حضراتكم كده شايفين شكله جميل وطعمه جميل وريحته جميله جدا. ممكن لو عايزه تضيفي توم وبصل جوه الخلاط او انت بتضربيها، ممكن عايزه تخلي الراجل هو اللي يفرمها لك عادي يعني. ما تنسونيش في اللايكات وتفعيل الجرس والكلمه الحلوه عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.